لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة جايبه لكم أخطر ساحر في ألمانيا، وهوريكم ازاي هيقف مناظرة قدام رجل مسلم عادي، مش شيخ ولا عالم ولا أي حاجة خالص، وقهره بمجرد ما قال آية الكرسي. عشان تعرفوا يا جماعة إن القرآن مفيش أي حد في الدنيا وفي العالم أجمع يقدر يقف قصاده. لو اجتمعت سحرة العالم بأجمعه وكل شيء في الارض مش هيقدر يقف قدام القران. شوفوا معايا يا جماعه ازاي ان هو اتحداه، وازاي ان هو بقى يغلوش على كلام المسلم وهو بيقرا ايه الكرسي عشان خاطر يلهيه، ورغم كده هو اللي تعب وهو اللي داخ. وهنشوف في اخر الفيديو ايه اللي حصل له وعمل ايه، وايه النتيجه اللي وصل لها بعد قرايه المسلم عليه. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلون الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يكرهون يا جماعه دلوقتي بعد المناظره واللي اتهزم فيها ايه اللي جراله؟ إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر. حاجه تفرح. الحمد لله دخل الاسلام، وكسبنا واحد جديد دخل الاسلام، كان ساحر كبير وكان بيضل ناس كتير، فالحمد لله القرآن هزمه ورجعه لوعيه، والحمد لله ان هو دخل الاسلام وربنا نجاه من النار. خلوا بالكم يا جماعه، القرآن بيبطل اي سحر. اوعوا حد منكم يروح لاي دجال او اي حد من اللي هم بيدعوا ان هم بيعالجوا بالقرآن وهم ما بيعالجوش بالقرآن. احذروا 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 من اي دجال يعمل معاكم اي حاجه غلط، ما تندلجوش وتقعوا في حبالهم. خلي بالكم يا جماعه من نفسكم وتمسكوا بحبل الله، ودايما تقروا سوره البقره او تشغلوها في المنزل. هي بتطرد الجن والشياطين لمده 3 ايام في البيت. كل 3 ايام شغلوها، او شغلوها كل يوم على كاسيت صغير او صب او اي تسجيل عندكم او تليفون، لكن ما تروحوش ورا اي حاجه. اوعوا تسألوا ساحر او دجال او تروحوا لاي حد وتخسروا دينكم. اسيبكم على خير وربنا يحفظكم يا رب من كل سوء ومن كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.